هكذا كانت رسالة جماهير كربلاء في مسيرة يوم القدس، تنديد واستنكار ومطالبة بالتحرير. المسيرة التي جابت شوارع كربلاء شارك فيها شرائح متعددة من المجتمع الكربلائي. الأخيرة من شهر رمضان المبارك تقام مسيرة القدس العالمي، يوم القدس العالمي حسب فتوى الإمام الخميني قدس سره، تقام في الجمعة الأخيرة، ونحن في كربلاء المقدسة هذا اليوم نشارك في هذه المسيرة الكبرى شيبا شبابا وأطفالا ونساء في هذه المناسبة ضد الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل. نستمر في هذه البرامج التي تحيي يوم القدس المجيد الذي اختاره الامام الخميني انه اخر جمعه رمضان سوف تكون يوم القدس وطرد الاحتلال الغاصب من فلسطين المحتله، وان شاء الله مستمرين على هذا الى ان تتحرر ارضنا الفلسطينيه من براثن العدو الصهيوني. أهالي كربلاء ومن خلال هذه المسيرة بعثوا برسالة لكل العالم بأن قضية فلسطين هي العماد الذي يوحد المسلمين في كل العالم، وما جماهير كربلاء إلا جزءا من هذه المنظومة الحرة. مسيرة كبيرة بمناسبة القدس العالمي، وفي هذه المناسبة الكريمة نقول ستبقى فلسطين عربية أبية، وكذلك ستبقى القدس القبلة المسلمين. في هذا اليوم المبارك وهو رسالة نصرة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم الذي أعطى الكثير من الشهداء والجرحى ولا زال يعاني من الدمار والاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وكذلك نعاهد الشعب العراقي ونعاهد الأخوة في فلسطين بأن نكون دروع بشرية من أجل تحرير فلسطين. المسيرة تأتي في وقت لا زال فيه الكيان الغاصب يجدد من انتهاكاته الإنسانية ضد الفلسطينيين في ظل صمت دولي وإقليمي تجاه هذه الانتهاكات. من كربلاء المقدسة عمار الخزاعي، الغدير.